اهلا بكل حبايبنا الاهلاويه والزملكاويه، والف مبروك للزملكاويه على الكونفدراليه، علشان دي بطوله جديده لكن بنهايه مأساويه للاسف على الجمهور الزملكاوي، لان عندنا النهارده احداث كتيره جدا. بعد ما قلنا مبروك هنبداها بالترحيب الاول بكابتن خالد علشان هيدخلنا في المولع الموحوح والمشطشط. واهلا بك يا كابتن خالد. يا كابتن عمرو، عامل ايه؟ برحب بيكم والف مبروك لجمهور الزمالك ولنادي الزمالك على البطوله الكبيره اللي خدها بطوله الكونفدراليه. فكده احنا الحمد لله بقى الزمالك واخدها مرتين، ودي حاجه برضه ما حصلتش يعني. فالف مبروك لنادي الزمالك. كان نفسنا ان احنا يعني نشوفه في النسخه بتاعه كاس العالم للانديه 2025 طبعا. لكن مع الاسف المقاعد لكاس الامم الافريقيه الانديه هتكون الاهلي طبعا على قمه افريقيا وعرش افريقيا، مع احترامي لو كلامي ضايق بعض الناس لكن دي الحقيقه. تاني نادي هيكون الوداد، تالت نادي هيكون الترجي، رابع نادي هيكون صن داونز يا كابتن عمرو. بصراحه صن داونز ان شاء الله يعني مع الاسف كان نفسنا نشوف الزمالك، لكن ان شاء الله خيرها في خيرها. عموما دول بعد كده هيبقوا 32 فرقه. شفت كابتن خالد طالع اهلاوي بالظبط اهلاوي وطالع تقول احنا كان نفسنا نشوف الزمالك بالظبط. في بعض من الزملكاويه والزملكاويه الكبار بدون ذكر اسماء وكباتن قدام في الفرقه طلعوا قالوا احنا بنتمنى وبندعم الترجي. شفت الفرق يا كابتن خالد ما بين الانسان اللي عنده مبادئ راسخه بين البني ادم او انا وابن عمي عبد الكريم. انا بحيي الزمالك، والمفروض ان الزمالك يحييني ويشجعني ويشد من ازري، لان انا عندي حاجات كتير لسه هتكلم فيها والزملكاويه عملوها ومش الزملكاويه بس. يعني خلينا بس نكمل. انت صح يا كابتن عمرو، لكن الاهلاويه عموما واي حد مصري، يعني اي حد مصري هتبقى نفسه وعينه سويه ومسطوره ومش محتاج اصلا ان هو يعني يعمل حوارات علشان يطلع اللي قدامه وحش. فالاهلي الحمد لله يعني يا كابتن عمرو عينيه مليانه ومش محتاج حاجه، فلازم ان احنا ندعم كل الانديه المصريه. حتى المنافس ليك ده قبل اي حد يعني بيلعب بس في مصر، عشان لازم ندعم خش لهم في الاحداث على طول يا كابتن خالد علشان الناس تبقى معانا. نبدا لهم باعتزال بالاسطوره الاول. بس احنا قلنا لهم الاول على اعتزال الاسطوره يا كابتن خالد، وبعد يعني قلنا لهم نقول لهم بقى على اعتزال الاسطوره كابتن عبد اسمه شيكابالا. كابتن شيكابالا اعلن اعتزاله بعد بطوله الكونفدراليه، تمام. وطبعا يعني خلاص انت ضفت في السي في بتاعك بسم الله ما شاء الله بطوله جديده، فدي احسن وقت، ده احسن وقت من وجهه نظر انا كمان ان انت تعتزل فيه ويبقى. بس انا عندي سؤال بقى يا كابتن شيكابالا. بس يا كابتن عمرو معلش، هو في حاجه بس في التصريح او في اللي انا شفته ان هو بيقول ان هو عايز يعتزل وهو لسه في الملعب مش قاعد دكه. مع احترامي ليك يا كابتن شيكابالا، مين اللي قال مش قاعد دكه؟ انا مش بشوفك اساسي يعني، بشوفك ماتش اساسي. بيقولوا جيني مصاب ثلاث ماتشات ما شوفكش ماتش فيعني انا اعتبر انه كان مصاب، ولكن برضه كابتن شيكابالا في الاول وفي الاخر ما اعتزلش وهو اساسي. خلينا نقول برضه الموضوع ده مهم جدا. طيب خلينا برضه نتكلم بقى يا كابتن خالد، نسال كابتن شيكابالا سؤال. يا كابتن شيكابالا ايه راي حضرتك في ماتش اعتزالك، لو هو ده ماتش اعتزالك يعني، في النهايه المأساويه اللي حصلت وسوء التنظيم اللي حصل، وسوء التنظيم ده ناتج من الكابتن مين يا كابتن خالد؟ الكابتن احمد سليمان. طيب ليه كابتن احمد سليمان؟ لان هو المفروض ان هو المسؤول عن التنظيم. طيب دلوقتي هل هو لوحده؟ لا، بالاشتراك مع الاتحاد الافريقي وبالاشتراك مع اتحاد الكوره. يعني في دلوقتي 3 جهات كانت منوطه بالتنظيم يا كابتن خالد، مظبوط كده؟ منها نادي الزمالك ومتمثل فيه كابتن احمد سليمان، وده ببيان من نادي الزمالك مش من كلام احنا يعني، تمام. وطبعا زي ما قال كابتن شبانه الموضوع يعني كل الناس قالته، يعني احنا مش بنقول الحته دي ما فيهاش جديد، بس احنا برضه بنعرف الناس ايه اللي دار وايه اللي حصل على الساحه الرياضيه في الوقت اللي فات، تمام؟ طيب اللي حصل ان
الاتحاد الافريقي قال لك مش مسؤوليتي، واتحاد الكوره قال لك مش مسؤوليتي، ونادي الزمالك قال لك لا دي مسؤوليه الاتحاد الافريقي. كل المسؤوليات اترمت على بعض، ما بقناش عارفين مين الصح ومين الغلط. وتخيل يا كابتن خالد، وتخيلوا معايا يا جمهور نادي الزمالك، البطوله اللي انتوا قاعدين بتستنوها بقالكم سنين وسنين، والحمد لله جت بالتيله، بس جت، ربنا كرم وجت والحمد لله. لكن في سؤال هنا مهم جدا جدا جدا. انتوا متخيلين ان مفيش قناه على مستوى العالم خدت صوره واحده بس وهو فرقه الزمالك والجهاز الفني شايل الكاس؟ حاجه يعني مع الاسف مش حلوه حتى في حق مصر، يعني مع الاسف حاجه مش حلوه خالص. لكن خلينا نقول لازم الاداره تتعلم من اخطائها. الاداره الجديده يعني انا مش شايفها ممكن تكون احسن من اللي قبلها، لكن في نفس الاخطاء وفي نفس المشاكل اللي كانت بتواجه نفس المشاكل كانت مسؤوليه يا كابتن خالد. المشاكل كانت رهيبه يا كابتن خالد، الموضوع كان مصيبه. البنت شايله الكاس والناس تخش تزقها والكاس، وبعدين اصلا يعني غير مصرح ان حد يرفع الكاس قبل ما يتم الكاس لسه في حوزه الاتحاد الافريقي. يا جماعه احنا حد ميقن ان في ناس دخلت منها، يعني الجمهور بقى تبع اللعيبه بلاش حد يقول علينا ان احنا عندنا عقده نقص يعني. لا الموضوع كان جهل باين والله، كان جهل باين. في الاخر مبروك للزمالك بطوله الكونفدراليه. مبسوطين ان الزمالك كسب البطوله، مبسوطين جدا 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 ان اخيرا الزمالك رفع كاس. ولو ناخد بالنا مع بعض كده، الكاس اترفع لما حصل استقرار في النادي يا كابتن خالد. يعني حصل استقرار في النادي، صحيح عليهم حاجات مش مشاكل، لسه مشاكل قيد في حاجات كتير، عدم تنظيم كلها، لكن بدا يحصل استقرار. الف سلامه للراجل اللي جاب البطوله دي، احمد حمدي. طبعا الف سلامه عليك، الف سلامه. بصراحه اللعيب مجتهد يا كابتن خالد. احمد حمدي من اللعيبه المجتهده جدا. الراجل لعب في الاهلي وبعد كده راح الجونه ما يقسي، وبعد كده احترف بره، خد رحله احتراف شويه وبرده ما يقسي، ورجع تاني عرض نفسه على النادي الاهلي قال له في الوقت الحالي احنا عندنا في مركزك كتير. الراجل لما راح الزمالك احنا بنتمنى له كل التوفيق، بيقدم راجل عنده شخصيه في الملعب. بصراحه ربنا يعني هو يعني من ساعه ما كان في النادي الاهلي هو لعيب رائع، واحنا مبروك لنادي الزمالك ان هم يعني جابوا لعيب حلو. يعني احنا مبسوطين طبعا. هو كله في الاول وفي الاخر مكسب منتخب مصر، والف سلامه عليك، ترجع بالف خير وتكسر كل الدنيا. عايز بقى يا كابتن عمرو افاجئك، معلش هنخرج بره نادي الاهلي ونادي الزمالك للحظات ونرجع لكم تاني. عايز افاجئك وافاجئ متابعينا حاجه يعني انا نفسي استغربتها جدا. يعني مدرب منتخب البرتغال صرح بان كريستيانو رونالدو هينضم في كاس اليورو. طبعا انا شايف انه عنده حق. يعني شوف الراجل سنه قد ايه، على الرغم من كده احرز 41 هدف في 42 مباراه. يعني رقم كانه لسه مهاجم عنده 25 سنه 26 سنه. بصراحه كريستيانو رونالدو تعالوا نشوف بيجري قد ايه في الماتش يا جماعه. الراجل بيعمل والله العظيم بيعمل مجهود، حاجه يعني 10 شمتني اتبسطت يعني. انا بحب كريستيانو، وانا الناس انا ما عنديش مشكله طبعا. ميسي راجل رائع وعالمي عشان في ناس بتتضايق، لا انا لكن انا بحب كريستيانو اكتر يا جماعه. انا ده رايي يعني، ما اعرفش ليه، بس هي كده. انا بحب الراجل ده اكتر من الراجل ده. يعني ميسي لعيب ما حدش يختلف عليه، رائع ما حدش يختلف عليه، ولكن يعني هي كده بقى. ما تنساش بقى اللايكات والشيرات والسبسكرايبات من حبايبنا الاهلاويه، اللي ان شاء الله بنقول ال 12 يا اهلي. يعني قول لي بقى يا كابتن خالد، عايز اعرف بقى يعني احنا ان شاء الله يوم السبت مش بعيد. ورقم واحد يا كابتن عمرو، عايز اقول لكل اهلاوي من وجهه نظري، تمام، العبد الفقير الى الله. يعني يا جماعه احنا ما خدناش البطوله بس طبعا عشان في ناس اللي جاي اصعب. في ناس كتير يا كابتن عمرو اهلاويه متخيله ان خلاص الترجي جاي احنا في ارضنا هناخد البطوله كده اهو، احنا في وسط جمهورنا طبعا الجمهور دفعه
احنا طول عمرنا اساسا يعني بنقول ايه؟ مفيش فريق بدون جمهور. فهو الاساس ان طبعا الحمد لله في دعم جمهور، لكن يا جماعه احنا هنلاعب فرقه يعني بتقع اكتر ما بتلعب، وهنلاقي الوقت بيضيع كل 3 دقايق لعيب ربنا يستر بيقع. على الحكام. ولو جابوا جون يا جماعه، لو جابوا جون فينا الاول هنقع في مشكله وهنقع في حسبة بيرما، وهيبقى مش هنلعب الموضوع كورة مش يا لطيف. جماعة. وهيتحول الماتش لاستفزاز، وهيتحول الماتش لخناقات، وفي الاول وفي الاخر زي ما كابتن خالد بيقول كده مش هنلعب كوره بنكله. بالظبط. ولكن عايزك تقول لي بقى، طبعا الف سلامه على كابتن علي معلول، ربنا يا رب يا رب يا رب يشفيه من وتر اكيليس. عايز اقول لك يا كابتن خالد ان مجلس اداره النادي الاهلي بالاتفاق مع علي معلول اقنعه انه احتمال كبير يعني يرفع اسمه من الاجنده من القائمه الافريقيه. والنادي الاهلي بيدور على بديل لعلي معلول. تمام. لحد ما يرجع من الاصابه ويقيم مره ثانيه، يعني النادي الاهلي قال له بس ترجع من الاصابه دي حاجه كويسه جدا، بس ده عمل جراحه في وطن اكيد. نتمنى ان هي تتم بالظبط. قول لي بقى كابتن خالد، يعني من وجهه نظرك كده مستر مارسيل كولر يعمل ايه في الجبهه الشمال في ظل غياب علي معلول وهو خبره في نهائيات افريقيا يعني ما لا يستهان بها؟ هو المشكله ان ما ينفعش المدرسين. تمام. يعني طبعا عمر كمال غير مقيد. كنت لسه هقول لك يعني غير مقيد. يعني هي المشكله ان ما ينفعش المجسمه والجوكر مش موجود. مش موجود للاسف. بالظبط. وانا كريم فؤاد يعني بصراحه ما بيقنعنيش في الجنب الشمال في الجانب الهجومي. مفيش حل الا ان انت محتاج بس حد يؤدي الدور الدفاعي على اكمل وجه. لكن انت مع الاسف يعني الناحيه الشمال هتبقى واقعه منك هجوميا، وبلاش تعتمد عليها هجوميا علشان ثغراتها مش هتتغطى. دي وجهه نظري. يعني انت وجهه نظرك انه يشتغل بكريم فؤاد برضه عادي جدا، بس يهتم بالجانب الدفاعي. بالظبط. وما يتقدمش كتير كريم فؤاد. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. طيب بالنسبه اللي هيبدا مثلا بحسين الشحات ناحيه الشمال ولا رضا سليم، وبالنسبه لناحيه اليمين هل هينزل ببيرسي تاو؟ انا بفضل جدا جدا ان رضا سليم يبدا الماتش ويبدل الشوط الثاني. رضا سليم بينزل في اول الماتش بيصنع الفارق. بس لما بينزل مش مختلف معاك في النقطه دي. انا اختلف معاه في النقطه دي. هو مختلف معاك في الحته دي شويه. مش هنختلف، لكن انا اختلف وهو يختلف ونتمنى نشوف. يعني هو بيقول حسين الشحات في اول الماتش برضه بيشوط بيراوغ، بيبقى برضه بيعمل بريسنج على الخصم بشكل قوي. يعني لو اتكلمنا في البريسنج اللي بيعمله حسين الشحات بيعمله اكتر شويه من رضا سليم. تمام. لكن انا شايف ان حسين الشحات لعيب تكتيك، لعيب تكتيك اكتر ما هو لعيب يعني بيلعب كرة طبيعية زي اي لعيب. لا هو تكتيك. تمام. يعني ممكن فعلا يقلب لك نتيجة ماتش. ده حقيقي. والله يا كابتن خالد انا عارف ان حسين الشحات من اللعيبه الرهيبه، لكن انا وجهه نظري الماتش اللي جاي ده يبدا بنفس التشكيل اللي بدا بيه، ولكن بشكل هجومي مش دفاعي. الخوف كله من وجهه نظري المخزون البدني للاعبين. لا ده يعني نهائي لازم يكون يعني لا ده نهائي افريقيا يعني معلش. اللعيبه اللي مش هينزل ياكل النجيله، لا مش يبقى نفسه بقى، ده ياكل يعني كل النجيله. بالظبط. انت دي 12 ما فيهاش هزار يعني يا جدعان اهلاويه ما تخليش حد يشبك فينا يا جدعان، الله يبارك لكم. دسته بالله عليكم. يعني لازم نقفلهم الدسته. ال 12 يا اهلي كلنا بنفس واحد كده، ال 12 يا اهلي، عشان يبقى بطولات افريقيا كلها الحمد لله ما خرجتش بره مصر الحمد لله. قبل بقى ما اخش لكم على الحته اللي مرخمه عليا انا شخصيا ومزعلاني من ناس كتير في جمهور نادي الزمالك، ما ننساش اللايكات والشيرات والسبسكرايبات من حبايبنا الاهلاويه، علشان اللي جاي بجد مزعلني جامد جدا 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 من جمهور نادي الزمالك وجمهور الترجي كمان. يعني بس جمهور الترجي يعني ده بيدافع عن فريقه يعني مع كامل احترامنا، ده جمهور الترجي. لكن جمهور نادي الزمالك لما يطلع ويشهر بان في خبيره ابراج كبيره بدون ذكر اسم، انا ما بحبش، انتوا عارفين ما بحبش اذكر اسماء حد، خبيره ابراج كبيره جدا. والله يا كابتن خالد والله العظيم زي ما بقول لك كده، الخبيره ديت يعني هو انا بتكلم على المبدا مش على ان الخبيره صح او غلط، انا لا اؤمن يعني ده بالنسبه لي هبل، فانا لا اؤمن بيه. تمام؟ يعني كذب المنجمون ولو صدفوا، فعلشان بس نبقى مقتنعين كلنا
انا مش مقتنع بالكلام ده، ولكن انا هتكلم على المبدا. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان خبيره الابراج دي بالمناسبه هي اللي تنبأت بطلاق العوضي وياسمين عبد العزيز، هي اللي تنبأت باختفاء الرئيس الايراني، وطبعا اعتقد يعني الناس كلها بتقول توفاه الله، وقالوا ان الطياره وقعت ومات، ربنا يرحمه يا رب. لكن الست المفروض ان هي بتتنبأ بحاجات وبتحصل، فهي مكشوف عنها الحجاب، وبناء عليه والله زي ما بقول لك كده، وبناء عليه تنبأت ان الاهلي مش يعني، هي ما قالتش هيخسر صريحه، ولكن تنبأت بان ايه؟ بان الاهلي مش هيجيب اجوان. طبعا ده اللي حصل في المره اللي فاتت، يعني في ماتش الذهاب الاهلي ما جابش جوان، وتنبأت ان الاهلي مش هيجيب اجوان في العوده. وطبعا يعني ايه الاهلي مش هيجيب اجوان في الذهاب ومش هيجيب اجوان في العوده؟ يعني الترجي هيكسب، يعني الموضوع منتهي. فجمهور الزمالك كبير، ناس كتير منه قعدت تشهر الموضوع دوت وتقول ان الترجي هيكسب والكلام ده. يا جماعه احنا اسمنا الاهلي المصري، والزمالك اسمه الزمالك المصري. لو في نفسك جواك تتمنى خساره الاهلي، ما تعلنهاش، عشان انت راجل مصري. يعني ما يبقاش السوشيال ميديا كله بلا استثناء بيقول الاهلي هيخسر عشان خبيره الابراج بتقول مش عارف ايه. طيب هي خبيره الابراج نفسها هي بعد ما جمهور النادي الاهلي طلع وهاجمها وقال لها انت ازاي تقولي الكلام دوت، وانت مين انت يعني؟ نفت بقى، طلعت وقالت يا كابتن خالد بنفي كامل، وبعتته لبرنامج بوكس تو بوكس بالمناسبه، تمام، مع كابتن شبانه. بعتت النفي يا جماعه، بعتت النفي، وقالت ايه؟ قالت ان هي ما قالتش الكلام ده خالص، وان دي اشاعات مغرضه. العمل ما جابش نتيجه. يا جماعه لاحظ قوه جمهور النادي الاهلي يا كابتن خالد لا يستهان بها. جمهور الست دي جبروت ما بتغيرش كلامها، تمام؟ يعني ده مش كلامي، ده كلام الناس اللي بتقول عليها، فما بتغيرش كلامها. فكون ان جمهور النادي الاهلي يكون عن ناس بتلعب كوره يا كابتن عمرو، مالناش في احنا مالناش بقى في شغل السحر والشعوذه والتنبؤات والكلام ده، احنا بنلعب كوره. عايزين كل اهلاوي بقى دلوقتي يا جماعه يقف. قول ايه؟ قول يا كابتن خالد، قول يا رب. يعني عايزين كلنا مع بعض كده، كل اهلاوي بنقول ايه؟ ندعي ونقول ايه؟ يا رب ال 12 يا اهلي ما ترجعوش من غيرها يا رجاله. يا جماعه ما حدش يزعل من الاهلي من اي حاجه، الاهلي عمل اللي عليه سواء كسب او خسر. الاهلي ممكن ما يلعبش ويكسب في مباريات كتير جدا تكسب ولا تلعب، على سبيل المثال ريال مدريد مثلا طبعا. فاذا يعني ما حدش يبص للمستوى واللي هيظهر، لا يا جماعه النهائيات ممكن تلاقي مستوى فيها قليل جدا والماتش تكسبه. فالمهم ان احنا ان شاء الله كولر الثعلب بتاعنا يخطف الماتش ونكسب، مش عايزين اي حاجه ثانيه، اهم حاجه نجيب جون بس كده نرتاح، نفسيتنا تهدى الاول، تمام، في البدايه يعني. لان هم هيجوا عايزين حاجه من اثنين، هم هيحطوا لك ال 11 لعيب قدام الجول، تمام؟ فهم حاجه من اثنين، يا يخطفوا هجمه مرتده يجيبوا منها جول، يا يجرجروك لضربات الجزاء، ما عندهمش غيرهم. يعني هم هيلعبوا بنفس اسلوب ريال مدريد لما كان بتلعب مع مانشستر سيتي. ايوه بالظبط. بس كده يعني، عشان نبقى ايه يعني، ما نطولش على بعض. اهم حاجه كلنا ندعي للنادي الاهلي. ما ننساش يا جماعه اللايكات والشيرات والحبشتكنات لاخواتكم الاهلاويه، علشان حلقتنا ما بتوصلش من غير دعمكم، وربنا يجعلكم دايما سند لاخواتكم يا رب، ويجعلنا دايما سبب في ان احنا نوصل لكم الاخبار بما يرضي الله. وخلي بالكم من نفسكم عشان احنا بنحبكم جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.